هل استيقظت يوما وشعرت أن الزمن مضى وأنك لم تنجز شيئا مما كنت تحلم به؟ هل نظرت إلى نفسك في المرآة وتساءلت: متى كبرت؟ متى مر كل هذا العمر؟ كأن الحياة كانت بالأمس، واليوم صارت ذكرى، كأنك غفوت قليلا، وحين فتحت عينيك وجدت الأيام قد تسللت من بين أصابعك دون أن تشعر. نحن لا ننتبه لمرور الوقت إلا حين يصبح الندم مرافقا لنا، ولا ندرك قيمة اللحظة إلا عندما تصبح من الماضي. نمشي في دروب الحياة، نحمل الهم ونجري خلف السراب، ونقول: غدا أبدأ، غدا أتغير، غدا أحقق. ولكن ماذا لو لم يأتي الغد؟ أليس من الجنون أن نؤجل الحياة ونحن لا نضمن البقاء حتى نهاية اليوم؟ قال رسول الله: اغتنم 5 قبل 5، حياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك. العمر يمضي والوقت لا ينتظر أحدا، والغفلة هي السارق الخفي الذي يسرق منا أعمارنا ونحن نضحك. هل تأملت يوما كم مر من عمرك في التسويف؟ كم من حلم دفنته بيدك، وكم من فرصة أضعتها لأنك كنت مشغولا. لكن مشغول بماذا؟ بأمور ستنتهي، بزحام لا ينتهي، بأشياء لن تبقى، وناس لن يفيدوك حين تقف بين يدي الله. العجيب أن القلب يشعر بالحيرة، وكأنه يبحث عن شيء لا يعرف اسمه. نعم، نحن نكبر جسدا، لكن أرواحنا تتيه في الزحام، تائهة بين ما نريد وما يجب، بين الصوت الداخلي وصخب العالم. ربما لهذا قال الله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال أيضا: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الغفلة ليست مجرد نسيان، إنها نوم داخلي، موت بطيء يطفئ نور القلب. والفيقظة هي رجوع، وعي وصحوة، هي أن تنظر لحياتك الآن وتتساءل: ماذا أفعل؟ ولماذا؟ ولمن؟ يا صديقي، الحياة ليست طويلة كما نظن، والأعمار ليست مضمونة، والفرص لا تنتظر. ما تفعله الآن هو ما ستحاسب عليه. ما تضيع فيه وقتك اليوم سيصبح غدا حسرة بين يديك. لكن لا تيأس، فأجمل ما في الحياة أن العودة إلى الله ممكنة ما دمت حيا، أن تبدأ من جديد. أمر لا يحتاج إلا لنية صادقة وخطوة واحدة فقط نحو النور. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. والدعاء: ارفع يديك وقل: اللهم لا تجعلنا من الغافلين ولا من النادمين. اللهم أيقظ قلوبنا قبل أن توقظنا المصائب. اللهم اجعل أعمارنا في طاعتك، وأوقاتنا في رضاك، وأيامنا شاهدا لنا لا علينا. تأمل، هل هناك ما هو أصدق من لحظة بينك وبين الله تعترف فيها بكل تقصير وتطلب منه أن يهديك ويقودك إلى النور؟ كل تأخير في العودة هو خسارة، وكل لحظة غفلة قد تكون الأخيرة. فابدأ الآن، لا تنتظر أن يكون كل شيء مثاليا. ابدأ من قلبك، من نيتك، من دمعة في سجودك، وابكي على ما فات، ولكن لا تعش فيه، فالله لا يمل من انتظارك. فقط عد، وإن لامس هذا الكلام قلبك فلا تحتفظ به لنفسك، شاركه مع من تحب، واكتب لنا في التعليقات ما هي الآية أو الدعاء الذي أعادك من الغفلة وذكرك بمعنى الحياة. وتذكر دائما: العمر قصير، فلا تضعه بعيدا عن الذي خلقك.